أهلا يا برج الميزان، تعالوا نشوف يلا النهاردة الأحوال المادية والعملية من يوم 20 فبراير لحد 10 مارس. يلا بينا أحوال برج الميزان من يوم المادية والعملية من يوم 20 فبراير ل10 مارس. يلا بينا. يلا يا برج الميزان، ورقك حلو يا برج الميزان ما شاء الله. يعني اول برج الاقي ورقه كويس يعني، بس انت اللي مش حاسس بكده. ان الدنيا حلوه. بصي يا برج من الميزان، انت واضح ان انت كنت بتبتدي مشروع جديد، بتبتدي شراكة جديدة، بتبتدي شغل جديد الفترة اللي فاتت دي، وكنت قلقان وحاطط ايدك على قلبك وكنت خايف قوي من النتيجة. وكنت مركز قوي 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 في الحتة دي، مركز في الشغل جدا، مركز في الفترة دي قوي، لان انت قلقان وخايف وبتحاول تهدي نفسك طول الوقت، وبتحاول ان انت تحس ان الدنيا هادية. حتى كنت انت الفترة دي يعني على سايد نوت كنت برضو بتحاول ان انت تبص للامور بموضوعية جدا، حتى ابتديت كنت تعامل الناس زي ما انت تحب ان هم يعاملوك. آم، بس وكنت بتحس ان في فورس كده او قوة كده خارجية هي اللي مهدياك، رغم ان انت كان عندك قلق وتوتر قوي جواك بسبب البداية الجديدة دي او بداية الشراكة دي. آم، وكنت قلقان وكنت يعني حاسس ان انت مقيد شوية، حاسس ان انت مقيد ماديا. بس انت شاطر يا برج الميزان، انت صياد فرص، انت بتعرف تصطاد الفرصة بتاعتك صح، بتعرف ت... ت... يعتمد عليك، تعرف ان انت لما تلاقي فرصة معناها تعرف ان هي بسرعة، هل هي كويسة ليك ولا هي مش كويسة ليك، ولو كويسة بتاخدها على طول. فدي حاجة ميزة فيك يا برج الميزان. آم، بس ممكن لو انت كنت داخل شراكة مع حد، زميلك، حد في ناس عندي طاقة هنا. آه، كان داخل شراكة او بداية شغل جديد مع حد، او انت كنت فاهم ان في حد معين هيبقى واقف لك، يعني مدير مثلا، زميل. كنت حاسس انك في حاجة مش مظبوطة او كده، بس ده كل ده آه، يعني عدى عدى. لان انت جالك المفروض جايلك فلوس حظ، فلوس حلوة، فلوس يعني بونس، مثلا ورث. آم، بس عشان ده بعد ما تبتدي تحل مشاكل معينة، او انت كان في مشكلة بينك وبين زميل عمل او بين شريك، ولجأته لحد ان هو يحلها لكم، على اساس الحل هتيجي الفلوس دي. يعني انت بتاخد وبتدي، يعني انت بتحاول تسيطر على نفسك، تسيطر على الرياكشنز بتاعتك جدا، لدرجة ان انت بقت في اخد وعطا في الكلام، بتحل المشاكل، في فرصة لحل المشاكل. ممكن يكون ده اخر علاوة، اخر بونص، اخر حاجة، المشاكل دي اخرت بس هي جاية خلاص. ومجرد ان انت هتقعدوا وتصفوا اللي ما بينكوا، بتصفوا المشكلة دي. آم، وبقيت تواجه هنا كمان نفسك يا برج الميزان، انت بقيت تشوف ان انا لازم ابقى مسؤولة عن اخطائي، ومسؤولة عن ان انا احل مشكلتي. وهو في حد ذاته هي دي بص، هو اي حاجة مش بتحصل لنا صدفة عموما، هو اي حاجة بتحصل لنا عشان تعلمنا حاجة. فواضح ان انت كنت محتاج تتعلم الحتة دي، او كنت محتاج ان انت تتفاهم، تكمبرومايز، تتفاوض، مش اللي هو يا كده يا خلاص، خلاص امشي، خلاص اقعد، خلاص لا خلاص ده. او مش الدنيا مش بتمشي زي ما انت عايز بالظبط يا برج الميزان. بس فانت كانت فلوسك قلت شوية. انت شخصية مستقلة، عندك مشكلة في ان انت ت... تطلب مساعدة من حد. فانت لما يعني فلوسك قلت العشر في الحركة اللي حصلت دي والمشاكل دي. بس انت حسيت ان حصل مشكلة، حصل لا ده انا مقيد ماديا، لا انا مش معايا فلوس، لا كنت قلقان. آم، بس لكن هو في الحقيقة لا، انت محتاج تبص للأمور بطريقة صح.
آه، بان انت بان انت لا انت عامل حياتك وعامل نفسك وناجح وفي انجاز وفي حلم هتحققه جاي لك، يا اما حياتك وخلاص جاي كمان حبة صغيرة اذا ما كانش حصل او بيحصل، هو في حلم انت هتوصل له، ممكن عائد مادي فما تحسش بالتقيد المادي اللي انت حاسس بيه دوت. الدنيا ظريفة لطيفة ما فيهاش حاجة، ورقك حلو جدا، جايلك فلوس كويسة. لو في مشكلة هي اللي موقفة لك الفلوس دي مع مدير أو الزميل، هيحصل تفاوض وهيحصل حل ليها، مفيش أي حاجة. بس وانت شخصية مستقلة جدا. أهم حاجة ان انت يعني تبقى فاهم ان انت قادر انك تحقق اي حاجة انت عايز تحققها. آه، ولو في شراكة، بص بقى، لو في شراكة وانت المفروض تطلع منها اطلع منها. يعني دي رسالة ليك جات لي دلوقتي، ان انت لو في شراكة بالعكس انت هتحقق امنياتك وهتحقق رغبتك وهتنجز اكتر، وهيبقى عائد ايجابي ليك لو انت في شراكة ومعروض عليك انك تطلع من الشراكة دي وتستقل تماما. اعمل كده يا برج الميزان، لان دي هتبقى ليها عائد حلو قوي بالنسبة لك. ممكن تحس ساعتها بتقيد مادي شوية، بس هتعدي وهتكمل. بس اهم حاجة ان الفلوس اللي تطلع او اصل الشراكة دي، لو في فلوس مثلا او اسد عندك، انت احتفظ بيه كويس ما تبعزقوش، دي نصيحة ليك. وان في مساعدات مادية كتيرة جاية لك الفترة اللي جاية دي يا برج الميزان. فهي دي قرايتك، وانا شايفة الورق حلو فاطمن و... وهتحقق اللي انت عايزه. تمام. قولولي ايه رأيكم في القراية، ولو عايزين اي استفسارات تانية او قرايات تانية اعملها. بس كده. يلا.